السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله في الفيديو ده هيكون معانا تمارين الواجب المنزلي الخاص بالدوال المثلثية. أول سؤال عندي هنا بيقول إذا كان سيتا قياس زاوية في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نص وجذر 3 على الاتنين، فإن جا سيتا. اتفقنا إن أنا عندي إن النقطة بتاع الإحداثي بتاعي عبارة عن س وصاد. اتفقنا إن س ده هي قيمة الجتا، وإن قيمة الصا هي نفس قيمة الجا. يبقى أنا عندي هنا جا سيتا عبارة عن جذر 3 على الاتنين، الاختيار ج. السؤال اللي بعده، جا سيتا بتساوي نص حيث سيتا زاوية حادة، فإن سيتا تساوي. طبعا جا سيتا أو جا الزاوية اللي بتساوي نص طبعا محفوظة بالنسبة لنا، اللي هي الزاوية الحادة اللي هي قيمتها 30. إذا كان جا سيتا بتساوي -1 وجتا سيتا بتساوي 0، يعني كأن أنا بدور على نقطة 0 و1. النقطة 0 و1 ديت في دايرة الوحدة بتمثل ال 270، واتفقنا إن ال 270 عبارة عن 3 باي على الاتنين. قتا سيتا ب2، اتفقنا إن القتا مقلوب الجا، يعني كأن بقول لك جا سيتا تساوي نص. يبقى ايه الزاوية اللي الجا بتاعها بتساوي نص؟ هيبقى 30. جتا سيتا بنص وجا سيتا بجذر 3 على الاتنين. ايه الزاوية اللي الجا بتاعها جذر 3 على الاتنين والجتا بتاعها بنص؟ اللي هي ال60. طب وال60 دي اللي هي عبارة عن باي على التلاتة بالتقدير الدائري. ظا 45 زائد زتا 45 ناقص قا 60. ظا 45 اللي هي عبارة عن 1. زتا 45 مقلوب الظا والواحد كده كده برضه مقلوب 1، ناقص قا 60. القا مقلوب الجتا، والجتا 60 بنص بقت مقلوبها 2، فبقى 1 زائد 1 ناقص 2، يبقى الناتج بتاعنا 0 اللي هو الاختيار 7. إذا كانت سيتا قياس زاوية مرسومة في الوضع القياسي بحيث جتا سيتا أكبر من الصفر، يعني الجتا موجبة، فأي ربع يقع الضلع النهائي لهذه الزاوية. اتفقنا الأربع تربع عندنا إن الربع الأول كله موجب، أما الجتا كمان موجبة في الربع الرابع، يبقى الأول والرابع. إذا كان جا أصغر من الصفر والظا أكبر من الصفر، يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ أنا عارف يا مستر إن دي س وصاد جتا وجا، إيه اللي دخل ظا في الموضوع؟ معنى إن يقول لي إن جا أصغر من الصفر يعني الصاد سالب، ومعنى إنك يقول لي إن الظا أكبر من الصفر يعني ظا موجبة، يعني برضو الجتا بالسالب. طب الظا موجبة في أنهي ربع؟ موجبة في الربع الثالث. طيب لو كان قال لي إن كمان جا سيتا أكبر من الصفر، يبقى ساعتها وقع في الربع الأول. إذا كان سيتا قياس زاوية في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نص وسالب جذر 3 على 2، فإن جا سيتا زتا سيتا. طب الجا هي عبارة عن قيمة الصاد، يعني سالب جذر 3 على 2 في الزتا مقلوب الظا. طب الظا عبارة عن الجا على الجتا، والزتا هيبقى العكس، هتبقى الجتا على الجا، يعني هيبقى -1 على جذر 3. هلاقي إن الجذر 3 راحت مع الجذر 3 والسالب راح مع السالب، يتفضل الإجابة بتاعتي نص اللي هو الاختيار أ. زتا 90. زتا 90، أولا أنا عارف إن ظا 90 غير معرف. ظا 90 غير معرف. ليه؟ لأن أنا عندي إن جا 90 بواحد والجتا 90 بصفر، فلما أنا أقول دلوقتي ظا اللي الجا على الجتا 1 على صفر غير معرف، طب أنا عايز الزتا يعني الجتا على الجا، فصفر على الواحد يدينا صفر. إشارة قتا 410. طيب أنا ممكن الأول نحلها عن طريق الآلة الحاسبة. تقول لي إزاي يا مستر؟ هقول لك إن القتا مقلوب الجا، فكأنك بقول لك جا 410. يطلع هنا الرقم بتاعت الإشارة بتاعتي بالموجب،
يبقى أنا هختار الاختيار أ. وممكن أحلها بدون استخدام الآلة الحاسبة. أولا 410 أنا لازم أطرح منها 360 عشان أعرف هي في أنهي ربع، فيطلع معانا 50 درجة، وال50 دي تقع في الربع الأول، وفي الربع الأول إشارة أي دالة بتكون موجبة. السؤال اللي بعده، اوجد جميع النسب المثلثية. أنا هنا عايزك كل النسب المثلثية اللي هتجيبها لي. أول سؤال اللي هو السؤال المباشر، صفر وسالب واحد. النسب المثلثية اللي هي المقصود بالجا والجتا والظا، والمقلوبات قتا وقا وظتا. فأنا عندي هنا جا سيتا هي قيمة الصاد يعني سالب واحد، فبالتالي برضو مقلوبها هيفضل زي ما هو سالب واحد. جتا سيتا بصفر، لكن لما اجيب قا سيتا مقلوب الصفر هيبقى غير معرف، لان هيكون دلوقتي صفر على واحد، لما اقلبها بقت واحد على صفر. ظا سيتا الجا على الجتا، الجا على الجتا هيبقى غير معرف، لان هيبقى سالب واحد على صفر. زتا سيتا هيبقى صفر، لان هيكون قيمة الجتا على الجا. ده اول سؤال مباشر ما فيهوش اي مشكلة خالص. السؤال الثاني، ب هنا سالب نص وصاد بحيث ان الصاد اكبر من الصفر. اتفقنا ان دايره الوحده، ما دام قال دايره الوحده، انا عندي القانون بتاعنا عباره عن س تربيع زائد ص تربيع بيساوي واحد. يعني ده كده سالب نص لكل تربيع زائد ص تربيع تساوي واحد، يبقى ربع زائد ص تربيع بتساوي واحد. يبقى ص تربيع هودي الربع الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، بقى واحد ناقص ربع تلات ارباع. اخد الجذر التربيعي للطرفين، يبقى ص تساوي موجب او سالب جذر 3 على الاثنين. بس خلي بالك هو حدد لي شرط، قال لي انا عايز ص اكبر من الصفر، يبقى النقطة بتاعتي بقت سالب نص وجذر 3 على الاثنين. هنطلع بقى من هنا كل الدوال المثلثية. جا سيتا هيبقى جذر 3 على الاثنين، يبقى القتا سيتا 2 على جذر 3، او لو انت حابب تكتبها 2 جذر 3 على 3 مفيش مشكلة. جتا سيتا سالب نص، يبقى القا سيتا مقلوب السالب نص يدينا سالب 2. ظا سيتا الجا على الجتا يبقى سالب جذر 3، بالتالي يبقى زتا سيتا سالب 1 على جذر 3. النقطة اللي بعدها س وسالب 3 على جذر 10. برضو نفس القانون بتاعنا، هيبقى س تربيع زائد ص تربيع تساوي 1. هيبقى س تربيع زائد سالب 3 على جذر 10 الكل تربيع، يبقى هنا س تربيع زائد، هنا هيبقى 9 على العشرة، يبقى قيمة السين 1 ناقص 9 على العشرة اللي هي هيبقى 1 على العشرة. اخد الجذر التربيعي للطرفين، المفروض ان س هتساوي موجب او سالب 1 على جذر 10، بس هو قايل ان س اصغر من الصفر، فبقت النقطة سالب 1 على جذر 10 وسالب 3 على جذر 10. كده بقت السؤال مباشر. هات يلا الجا والجتا والظا والزتا. يبقى الجا سيتا سالب 3 على جذر 10، يبقى مقلوبها سالب جذر 10 على 3. جتا سيتا سالب 1 على جذر 10، يبقى مقلوبها سالب جذر 10. ظا سيتا هيبقى هنا الجا على الجتا يبقى هيدينا 3، يبقى الزتا سيتا بواحد على 3. السؤال اللي بعده سالب س وس بحيث ان س اصغر من الصفر. برضو نفس القانون مفيش اي مشكله خالص، س تربيع زائد ص تربيع تساوي 1. يبقى هنا الس سالب س لما اجي اربعها بقت س تربيع،
والصاد هي السين، لما اجي اربعها بقى س تربيع، يبقى 2 س تربيع بتساوي 1. يبقى السين تربيع تساوي نص، هاخد الجذر التربيعي للطرفين، يبقى س هتساوي موجب أو سالب 1 على جذر 2. بس هو قايل لي إن س أصغر من الصفر، خلي بالك بقى من الخدعة اللي هتحصل. يعني المفروض هنا دلوقتي س هتساوي سالب 1 على جذر 2. لو بصيت على المسقط السيني هتلاقي إن هو أصلا سالب س، فسالب في سالب بقى موجب. والناحية التانية س بس، فهحط مكانها الإشارة السالبة، يبقى سالب 1 على جذر 2. وطبق القانون عادي بقى خالص، القوانين اللي احنا واخدينها. هيبقى جا سيتا سالب 1 على جذر 2، يبقى القتا سيتا بسالب جذر 2. جتا سيتا ب1 على جذر 2، يبقى قا سيتا بجذر 2. ظا سيتا هيبقى سالب 1، وهيبقى برضه زتا سيتا بسالب 1. السؤال اللي بعده 3 على 2 ألف و2 ألف. نفس القانون، س تربيع زائد ص تربيع تساوي 1. السين هنا 3 على 2 ألف الكل تربيع، زائد الصاد اللي هي 2 ألف الكل تربيع بتساوي 1. نربع، يعني 9 على 4 ألف تربيع زائد 4 ألف تربيع بتساوي 1. لما أجي أجمع هنا هيبقى عبارة عن 25 على 4، 9 على 4 زائد 4. طبعا الأربعة هنا هتعامل معاها أو على الآلة الحاسبة، أو لو مش معايا آلة حاسبة أتعامل معاها لأنها 16 على 4 عشان يكون المقام متوحد. يبقى قيمة الألف تربيع عبارة عن 4 على 25. آخد الجذر التربيعي، يبقى ألف هنا هتساوي موجب أو سالب 2 على 5. تعالى بقى هنا قال لي ان انت هنا سيتا محصوره بين 3 باي على الاثنين و2 باي، يعني هي موجوده هنا كده في الربع الرابع. والربع الرابع بس معروف ان قيمه الجتا فقط هي اللي هتكون موجب، والجا هتكون سالب. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انا الف مره هعوض بموجب وهعوض مره لا، انت كده عندك الف يا موجبه يا سالبه. بس انا عشان احدد اشارات النقطه اللي عندي لازم ابقى عارف ان قيمه الجتا هي اللي هتتحط باشاره موجب، وقيمه الجا هي اللي هتتحط باشاره سالب. يعني لما اجي اعوض هقول 3 على 2 في 2 على 5 بتاعت مسقط السيني، والمسقط الصادي 2 في سالب 2 على 5، لان انا عارف ان الجتا هي اللي بالموجب والجا هي اللي بالسالب. فهنا بقت المسقط السيني 3 على 5، والمسقط الصادي سالب 4 على 5. كده بقت الربع رابع س موجب والصاد هي اللي سالب. واتعامل بقى طبعا الجا والجتا والظا والزطا والقا والقا. السؤال اللي بعده عين الاشارات. طبعا السؤال ده لما يجي يقول لك عين الاشاره بس بالمنظر ده، يبقى انا على طول لو هو سؤال اختارها على الاله الحاسبه مباشر. لكن لو السؤال بدون استخدام الآلة الحاسبة، أهم حاجة لازم تبقى عارف الزاوية في الربع الكام والدالة في الربع الكام. يعني على سبيل المثال، المثال اللي قدام هنا جا 130، أنا عارف إن 130 في الربع الثاني والجا في الربع الثاني الإشارة بتاعتها موجب. جتا 210، أنا عارف إن 210 في الربع الثالث، والربع الثالث الظا بس اللي موجب، يبقى الجتا هنا إشارة سالب. ظا 315، 315 ربع رابع، في الربع الرابع بس هي الجتا اللي موجب، يبقى الظا سالب. وهكذا باستخدام الآلة الحاسبة. يعني مثلا السؤال اللي بعده اقول لك جا 240 سالب اهو، جتا 650. طبعا ال 650 لو بدون استخدام الآلة الحاسبة لازم اطرح منها 360 درجة، هل هنا الإشارة بالموجب. قا 30، القا مقلوب الجتا، ومعروف اصلا ان 30 في الربع الاول كله موجب.
ظا 365 يعني اصلا ظا 5 لما اطرح منها 360 هيبقى الزاويه 5 و5 في الربع الاول فهتكون بالموجب. قطا 410 لما اطرح من 410 360 يدينا 50 وال50 في الربع الاول موجب. جاء 1330 اهو على الآلة الحاسبة من غير ما ارجعها لاصلها هيدينا هنا الاشارة سالب. ظا سالب 35 قلت لك اي زاوية حد هيحط جنبها اشارة سالب تبقى عارف انها في الربع الرابع، والظا في الربع الرابع هتكون سالب. ظا سالب 300 سالب 300 لما ازود عليها 360 هتقع في الربع الاول والربع الاول كله موجب. جاء سالب 740 اهو هنا الاشاره سالب. يبقى انا عملت لك باستخدام الاله الحاسبه او بدون استخدام الاله الحاسبه. ظا 20 باي على 9 طبعا هنا 20 باي قلنا ان الباي بشيلها واحط مكانها 180 درجه. هنا الاشاره بالموجب. طب سالب 9 باي على 4 القاء مقلوب مين؟ مقلوب الجذر اهو 180 على 4 موجب. زتا 9 باي على 4 اهو كأني بجيب التان يطلع الاشاره بالموجب. فاحنا السؤال ده حلينا مره باستخدام الاله الحاسبه ومره بدون استخدام الاله الحاسبه. السؤال اللي بعده اوجد قيمه ما يلي. السؤال ده خلي بالك برضه لو جه سؤال مقالي يبقى انا هحل خطوات، لو جه مقالي يبقى انا هنا بستخدم الاله الحاسبه. تعالى كده نبص مع بعض استخدام الاله الحاسبه اللي بيحصل فيها اخطاء كتير. اول حاجه الجزء الاولاني 3 جا 30 جا تربيع 60 ادي 3 جا 30 الاقي الطالب قام عامل جا على طول، لا لازم اقفل القوس الاول بعد اقول له جا 60 الكل تربيع ناقص كوزين صفر قا مقلوب الجتا يبقى 1 على جتا 60 زائد جا 270 اقفل القوس جتا تربيع 45 ده طلع ناتج سالب 11 على 8 ده لو آلة حاسبة. طب لو خطوات تعالى مع بعض. أول جزء 3 جا 30 جا تربيع 60 يعني 3 في نص في جا تربيع 60 يعني عبارة عن جذر 3 على الاتنين تربيع. جذر 3 على الاتنين تربيع اللي هي 3 على الأربعة. بقى هنا دي عبارة عن 9 على 8. طب الثانية جتا صفر قا 60 جتا صفر اللي هي بواحد قا 60 مقلوب الجتا جتا 60 بنص مقلوبها 2 يبقى ده 2 جا 270 جا 270 سالب 1 جتا 45 تربيع يعني 1 على جذر 2 الكل تربيع يبقى سالب نص. فبقت المسألة عبارة عن 9 على 8 ناقص الاتنين ديت عبارة عن 16 على 8 عشان يبقى المقام متوحد زائد سالب نص عشان اخلي المقام متوحد هيبقى سالب 4 على 8 او انك تحط الناتج كله على الآلة الحاسبة دي ما فيهاش مشكلة. فلا المقام متوحد 8 بقى 9 ناقص 16 هيدينا هنا 9 ناقص 16 سالب 7 سالب 7 ناقص 4 يدينا سالب 11 على الثمانية الناتج اللي احنا طلعناه على الآلة الحاسبة. طب المسألة اللي بعدها ظا تربيع 30 اهو زائد 2 جا تربيع 45 زائد جتا 90 تربيع الناتج 4 على 3. طب تعالى نشوف ظا تربيع 30 الظا بواحد على جذر 3 لما ربعها بقت تلت 2 جا تربيع 45 يعني 2 على 1 على جذر 2 تربيع اللي هي بواحد
جتا 90 اصلا الجتا 90 قيمتها بصفر، فطبعا صفر تربيع هيدينا صفر. فبقى كانت المسألة عبارة عن تلت زائد واحد يعني 3 على التلاتة عشان نوحد المقام، يدينا 4 على التلاتة الناتج اللي احنا طلعناه على الآلة الحاسبة. السؤال اللي بعده 2 جتا تربيع باي على التلاتة. تعالى الأول هنعدل السؤال للزوايا التعديل الستيني. يعني المسألة عبارة عن 2 جتا تربيع باي على التلاتة، احنا خلاص حفظناها 60، زائد 3 جا تربيع باي على 4 اللي هي 45، زائد 4 ظا تربيع باي على التلاتة 60، ناقص 4 جا 90 اللي هي باي على الاتنين. نمسك واحدة واحدة. 2 جتا 60 يعني 2 جتا 60 يعني نص تربيع، يعني كأنك بقول 2 في ربع هيدينا نص. 3 جا تربيع 45 يعني 3 في 1 على جذر 2 تربيع، يعني هيدينا 3 على الاتنين. 4 ظا 60 يبقى 4 ظا 60 اللي هي جذر 3 تربيع، يبقى 4 هنا في 3 يدينا 12. 4 جا 90 يبقى كأنها 4 في 1 يدينا 4. تعالى كده نحط دي كلها على الآلة الحاسبة، اللي هو عشان لو الطالب مش عارف يوحد المقامات. أدا نص زائد 3 على الاتنين زائد ال 12 ناقص ال 4، يطلع الناتج 10. طب لو انا حطيت المساله اصلا من الاول على الاله الحاسبه، اقول له ادي 2 كوزين 60 اقفل القوس تربيع زائد 3 ساين 45 اقفل القوس تربيع زائد 4 تان 60 اقفل القوس تربيع ناقص 4 جا 90، يطلع الناتج. طبعا هتقول يا مستر طب انا هوحد هنا المقامات ازاي؟ هنا المقام 2 والمقام 2 وهنا عدد صحيح. ال 12 دي اللي هي عباره عن 24 على الاثنين، والاربعه اللي هي عباره عن 8 على الاثنين. ده لو انا عايز اوحد المقام، خلي ديت 24 على الاثنين بحيث يبقى المقامات كلها 2، والاربعه خليها 8 على الاثنين. السؤال اللي بعده اثبت ان. سؤال اثبت ان انا بمشي بالطرف الايمن والطرف الايسر. نمشي الطرف الايمن اللي عندي. الطرف الايمن عندي هنا في اول سؤال ظا تربيع 60 يعني جذر 3 الكل تربيع ناقص قا تربيع 60 القا مقلوب الجتا، والجتا بنص يبقى هنا 2 تربيع زائد جا 90 اللي هي بواحد، فدي بقت 3 ناقص ال 2 تربيعها 4 زائد 1. 3 ناقص 4 سالب 1 1 1 وسالب 1 1 يدينا صفر، يبقى الاجابه دي كده مظبوط. السؤال الثاني الطرف الايمن 1 ناقص 2 جا 90 اصلا بواحد يبقى 2 في 1 يبقى هنا سالب 1. الطرف الايسر جتا 180 والجتا 180 اصلا بسالب 1 يبقى فعلا الطرفان متساويين. السؤال اللي بعده جتا 60 يبقى نمسك الطرف الايمن. جتا 60 ده نص. قتا 30 القتا مقلوب الجا، وجا 30 بنص يبقى مقلوبها 2 يبقى ناتج هنا بواحد. نمسك الطرف الايسر. جا باي على الستة يعني المقصود بيها جا 30. قا تربيع باي على 4 يعني المقصود بيها قا تربيع 45. طيب الجا 30 اللي هي نص. قا 45 مقلوب الجتا، والجتا بواحد على جذر 2 يبقى دي جذر 2 تربيع، يبقى كأنها نص في 2 يطلع بواحد، يبقى فعلا الطرفان متساويين.
السؤال اللي بعده اوجد قيمة س إذا كان. تعال نمسك هنا الطرفين. همسك الطرف الأيمن الأول. س جا تربيع 45 يعني 1 على جذر 2 الكل تربيع. جا 60 اللي هي جذر 3 على الاتنين، والجتا 30 جذر 3 على الاتنين. يبقى هنا بقت نص س ناقص 3. نمسك الطرف الأيسر. عبارة عن جا 30 اللي هو نص ناقص جتا 60 تربيع الكل 60. آسف، جتا تربيع للزاوية 60. طبعا جتا 60 بنص تربيعها هيبقى ربع، يبقى نص ناقص ربع يدينا ربع. نساوي بقى الاتنين ببعض. يبقى نص س ناقص 3/4 بيساوي ربع. يبقى نص س هتساوي ربع زائد 3/4 يبقى بواحد. فيبقى هنا قيمة السين ب2. طب أنا عايز أتأكد إن إجابتي مظبوطة يا مستر. أمسك الطرف الأيمن وأعوض بيه بالآلة الحاسبة. يعني هقول له 2 جاء 45 الكل تربيع ناقص جاء 60 كوزين 30. طلع الناتج ربع. أروح للطرف الأيسر. سالب جاء ساين 30 ناقص كوزين 60 الكل تربيع. طلعت ربع. يبقى أنا كده ماشي مظبوط. نروح للمسألة اللي بعدها. آخر سؤال معانا في تمرين الواجب. ظا تربيع 60 ناقص 2 جا تربيع 45. همسك الطرف الأيمن. يبقى جذر 3 الكل تربيع ناقص 2 جا تربيع 45 ليها 1 على جذر 2 الكل تربيع. يبقى هنا بقت 3 ناقص 2 في نص. دول راحوا مع بعض يبقى 3 ناقص 1 يدينا 2. الطرف الأيسر. زتا تربيع 30 والزتا مقلوب الظا. هنا جذر 3 الكل تربيع ناقص 2 جا س. يعني هنا عبارة عن 3 ناقص 2 جا س. نساوي الاتنين ببعض. 3 ناقص 2 جا س بتساوي 2. يبقى سالب 2 جا س هتساوي 2 ناقص 3 سالب 1. يبقى الجا س هنا بنص. هو بيقول لي حيث س تنتمي من 0 ل 90، يعني هو عايزها في الربع الأول. الجا اللي في الربع الأول اللي هي هنا هيكون الزاوية بتاعتي 30. عايز أتأكد برضه برايح للآلة الحاسبة. هقول له تان 60 الكل تربيع ناقص 2 جا 45 الكل تربيع. ده هنا الطرف الأيمن 2. أروح للطرف الأيسر. يبقى أنا تاني أقول له 1 على تان 30 تربيع طبعا عشان أجيب الزتا ناقص 2 في جا 30. طلع برضو الإجابة 2. ده لزيادة التأكيد. كده نكون خلصنا تمارين درس الدوال المثلثية. نلقاكم إن شاء الله في فيديو آخر.